سلام. الفيلم كيبدا مع تشارلي ولد صغير وظريف بزاف وعايش هو والعائله ديالو كامله في دار وحده وبزاف باش كتقدهم الماكله وواخا هكاك عمرهم ما تشكاو وديما فرحانين وهذا الشيء اللي خلى تشارلي ولد كيقنع باي حاجه عنده. المهم تشارلي كيحماق على واحد سميتو ويلي وونكا وكيعتبروا المثل الاعلى ديالو وهو يصنع واحد المجسم من المصنع ديالو وقال لحفيدو باللي عندك الحق حيت كان انسان طيب وكيعامل الناس مزيان. ايوا علاش؟ حيت هذا الراجل عبقري وكيحماق على الحلويات والشوكولات لدرجه اخترع نكهات جداد وفتح اكبر مصنع ديال الشوكولاته في العالم وواحد النوع ديال الايس كريم ما كيذوبش في الشمس وبنى لواحد القصر كبير مصنوع كامل غير بالشوكولات. وبحال ديما الحاجه الزوينه ما كتكملش، خرجوا شي وحدين وهما يسرقوا ليه الوصفه ديالو وبداو كيبيعوا الحلويات ديالو بسميتهم وهو يتعصب وهو يسد المصنع ديالو وحتى واحد ما عرف عليه شي حاجه. من بعد واحد النهار تشارلي كان خارج وهو يشوف واحد الاعلان كتبو وونكا وقال فيه باللي غادي يدير واحد المسابقه وغادي يخلي 5 الاطفال يفوزوا واول واحد خرجت فيه البطاقه سميتو اوغسطوس كيبغي الشكلاط اكثر من والديه، وثاني وحده سميتها فيرونيكا بنت مفششه بزاف وعجبها راسها، وثالث وحده سميتها فايلت وهذه ما شاء الله عليها قادره على راسها وعلى اي تحدي كيف ما بغى يكون واخا متكبره بزاف. ورابع واحد سميتو مايك ولد شرير بزاف وعند بالو باللي كيفهم في اي حاجه كيف ما بغات تكون والناس كاع مكلخين. ايوا تشارلي مسكين واخا ما مشاش يشري الشكلاط ولكن ماما وبابا شراوه ليه واخا ما كانش عندهم حيت الحاله الماديه ديالهم ضعيفه بزاف، ولكن من زهرو ما كانتش البطاقه الذهبيه عنده وهو يقسم الشكلاط مع عائلته. والنهار الثاني قال ليه جدو غادي تكون من بين دوك الخمسه غير صبر وهو يعطيه الفلوس وقال ليه يلا سير شري باكيه ديال الشكلاط اخرى. ومنين جابها ما لقاش عاوتاني البطاقه وهو يئس وخرج برا باش يصبر راسو وهو يلقى شي فلوس طايحه وهو يمشي يشري الشكلاط مره اخرى وهاد المره قدر يلقى البطاقه الذهبيه وقدر يكون من بين الخمسه وهو يرجع كيجري للدار وعاود ليهم وفرح مع عائلته كامله. وفاش بداو كيقراو الشروط ديال البطاقه لقاو باللي خاص يمشي مع الاطفال شي واحد كبير باش يكون مسؤول عليه وجد تشارلي هو اللي قرر يمشي معاه وهما يمشوا للمصنع كاملين واستقبلهم وونكا في الباب وكتبان فيه باللي ضحوكي وعزيز عليه الدراري الصغار والضحكه ديما في وجهه ونفس الوقت غريب الاطوار. وغير دخلوا المصنع تصدموا من لقاو واحد الحديقه اي حاجه فيها كتكال بحال الشلال ديال الشكلاط والجسر اللي كيتمشاو عليه حتى هو كيتكال وهو يقول للدراري دابا ديروا اللي عجبكم وكل واحد فيهم بدا كيتعامل بشخصيته الحقيقيه بحال مايك غير كيهرس في الحلويات حيت شخصيته عنيفه. ووحده من اولياء الامور صدقات مغربيه حره كتسرق الحلوى شبهت لي على الدجاج محمر في العراسات. واوغسطوس كلا بحال الحلوف اللي كانوا حابسينه بالجوع سنين لدرجه طاح بالغلط في الواد ديال الشكلاط وونكا ما تسوقش ليه وهما يجوا شي مجموعه ديال الاقزام وبداو كيضحكوا عليه حيت صدق غير بوكرشه. ومن بعد كملوا المغامره ديالهم باربعه واوغسطوس تقصى وبداو كيشوفوا بزاف ديال البيوت كل بيت مختص في شي حاجه، مثلا واحد مختص في النكهات والاخر كيصنعوا القهوه. ومن بعد خداهم الغرفه ديال الاختراعات وهي تاكل افانكا واحد الحلوه يلا اخترعوها وواخا ونكا حضرها باش ما تاكلهاش وشويه بدا وجهها كيتبدل ليه اللون ورجع ازرق وشويه حتى الحجم ديالها بدا كيتزاد ورجعت بحال الكره. وكيما وقع لاغسطس دخلوا شي وحدين وبداو كيضحكوا عليها حيت متكبروا ما كتسمعش الهضره وهما ياخذوها لواحد البيت يرجعوها كيف ما كانت ومن بعد تمشي بحالها. وكملوا الرحله ديالهم وونكا خداهم لواحد البيت وراهم كيفاش السناجب كيتعاونوا باش ياخذوا البندق وهي تقول فيرونيكا لباباها باللي بغيت واحد السنجاب يبقى معايا ومنين قال لها وونكا لا ما نقدرش وهي تنزل بوحدها لتحت باش تاخذ واحد بزز وغير شافوها السناجب وهما يهجموا عليها ولاحوها في واحد الحفره كيلوحوا فيها غير البندق المدود. وكيف ديما اللي خدامين مع وونكا جاو بداو كيضحكوا عليها وتبعها باباها باش يعتقها. ومايك بدا كيفهم على وونكا وهو يدخل في واحد الجهاز وهو يخرج بهذا الحجم وونكا شاف باللي تشارلي هو اللي بقى في الدراري وهو اللي متواضع وكيسمع الهضره ورد ليه البال باللي كان فرحان منين كان كيشوف الانجاز اللي صنع وونكا وما هموش ياكل ويخسر بحال الدراري الاخرين. فرح بزاف وقال ليه مبروك عليك انت هو الفائز والهديه ديالو هي تسكن معايا في المصنع ديالي ومنين يكبر يكون هو الوريد ديالو. ولكن تشارلي رفض وقال ليه باللي بغيت نبقى عايش مع عائلتي وهو يقول لي على خاطرك ومشى.
وخلاه والدراري الاخرين خرجوا من المصنع وكل واحد فيهم خدا العقاب اللي كيستحق. من بعد كنشوفوا وين كان المبيعات ديال الشكلاط ديالو نقصات وكيفكر اشنو يدير، ولكن ديك الهضره اللي قال ليه تشارلي بلي العائله اهم من اي حاجه خلاته يرجع عنده وعاود ليه بلي مخاصم مع باباه حيت ما كيبغيش وهو يمشي هو وياه عند باتونكا، وبالعكس كان كيبغي ولدو بزاف وكيخاف عليه وديما متابع الاخبار والانجازات ديالو. وفي الاخر عنقوا بعضياتهم وبداو كيدمعوا. وفي الاخر ديال الفيلم وونكا خدا العائله ديال تشارلي كامله تعيش معاه في المصنع، والاهم من هذا الشيء هو وونكا قدر القيمه ديال العائله. وهنا كيسالي الفيلم.